يعيد نفسه. ما يحدث هذه الأيام القليلة الماضية في الصين يكاد لا يصدق. نعم، إنها كارثة حقيقية تضرب الصين. فيروس جديد وغريب يثير حالة من الذعر والهلع بين المواطنين، خاصة بعد الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المستشفيات الصينية بسبب ارتفاع المصابين بهذا الفيروس الخطير الذي أطلق عليه اسم الفيروس التنفسي البشري، الذي يصيب بالدرجة الأولى الجهاز التنفسي مسبباً اضطرابات تنفسية حادة، إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى كالسعال وارتفاع درجة الحرارة واحتقان الأنف وسيلان المخاط وآلام في العضلات، ويشبه إلى حد ما الإنفلونزا. لهذا الفيروس الجديد، الشيء الذي أثار لدى السلطات الصينية قلقاً شديداً وتخوفاً من توسعه وعدم التمكن من السيطرة عليه وانتقاله إلى دول أخرى، مما جعل الحكومة الصينية تشير إلى ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية المدنية كارتداء الكمامات وتعزيز النظافة الشخصية وتجنب التجمعات. تدابير تأتي مرة أخرى بعد مرور 5 سنوات على انتهاء جائحة كورونا التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين في العالم. وقد حذرت وسائل الإعلام للدول المجاورة كإندونيسيا والهند واليابان مواطنيها إلى توخي الحذر والانتباه لما يحدث في الصين، كما حذرت تقارير دولة المسافرين إلى إعادة النظر من خطط سفرهم إلى الصين. في الوقت الحالي، هذا الانتشار السريع لهذا الفيروس في الصين يطرح مخاوف وتساؤلات من احتمال اندلاع جائحة جديدة في العالم، ونطلب من الله السلم والسلامة واللطف بالبشرية جمعاء. للمزيد من المعلومات المرجو الاشتراك في القناة والضغط جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.